صباح الفل ورمضان كريم عليكم يا رب. الفيديو ده لعشاق التمر البودر، في ناس مش بتحب التمر الطبيعي، فالفيديو ده ليهم. هنعمله من اول الخلطة لحد الكوباية، احلى شوية عصير. والمكونات بتاعتنا بسيطة جدا. معايا خلطة كده من عند العطار بنقول عليها خلطة التمر، وكيلو من سكر التموين اللي هو الخشن، وحبته بتكون كبيرة كده شوية، او الخرزة بتاعته بتكون كبيرة شوية. الخلطة بقى اللي من عند العطار دي عبارة عن معلقة كبيرة ملح ليمون، معلقة صغيرة من لون الطعام البودر. بعد ما ضفنا ملح الليمون ولون الطعام البودر هنقلبهم كويس جدا مع بعض لحد ما يختلطوا كلهم مع بعض عشان اللون ما يتكتلش في حتة واحدة. بعد كده هنلبس جوانتي او اي حاجة في ايدينا كده عشان اللون بيسيب اثر جامد في ايدينا. وهنحط لون طعام برضو بس سائل شبه الفانيليا السائلة. هنقلبه كويس جدا مع خلطة السكر وملح الليمون واللون البودر. نفركه كويس جدا بايدينا لحد ما كل حبيبات السكر تتغلف معانا كده، وبقى معانا بالشكل ده. بعد كده بقى هنجيب علبة محكمة الغلق كده نضيفة، نعبي كل الخلطة في العلبة اللي محكمة الغلق دي، ونشيلها في اي مكان في المطبخ، مش شرط تتحط في التلاجة اصلا، هتفضل معانا وتكفينا لاخر الشهر ان شاء الله. المهم ان هي تكون علبة كده محكمة الغلق. عبيت علبتين، علبة نصها كده وعلبة مليانة خالص، ويلا بينا نعمل حبة عصير حلوين كده زي الفل. شفشق الخلاط، هنضيف معلقتين من الخلطة اللي احنا عملناها دي، والسكر حسب الرغبة، بس انا هنضيف 4 معالق، وهنضيف عليهم لتر من المية. ممكن نعمله على ايدينا بس الخلاط بيديني نتيجة افضل واسهل واسرع، يعني المعلقتين يعملوا لي لتر من العصير. ضفنا عليه ميه عاديه من الحنفيه، ولو حابينه متلج نضيف له تلج عادي. اول ما نضربه في الخلاط كده هيكون لونه بني فاتح وعليه رغوه كده من فوق. هنصبه في الشفشق بتاع العصير ونسيبه يهدى خالص، ويفضل نحطه في التلاجة. نقدر نتحكم في السكر براحتنا، بس 4 معالق كفايه جدا للتر من العصير. وكده بقى معانا اجمل عصير بنقدمه يبقى معانا بالشكل ده. اتمنى الفيديو يعجبكم واشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.